عدي هنا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. 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 حي على الصلاة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حي على الصلاة. حي على الفلاح. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لي منديل يا شيخ فتاح. شيخ فتاح شوف لي منديلين لوجه الله تعالى، وما كان لله ده متصل. بسم الله الرحمن الرحيم. صح كده ولا ايه؟ استنى كمان ربطه بس. انت بتعملها زي ايوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الحميد بمنه خسرت ولم تربح يد البطال، لله يوم تقشعر جلودهم وتشيب منه نواصي الأطفال، يوم الزلازل والنوازل والحوامل فيه إذ يقذفن بالأحمال. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة، موجود لا من علة، أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء، وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في فعله ولا شبيه له في صفته. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة،
وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وعافية وستر من الله. أهنئكم بقدوم شهر رمضان، موسم الخيرات، جعله الله سببا لجلب كثير من الحسنات قال الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فربط الصيام بالتقوى، والتقوى هي الغرض الأصيل والأساسي من الصيام، وهي أجل ما يتحصله العبد من صيامه في الحياة الدنيا. والتقوى هي مراقبة العبد لربه، أي أن العبد يتيقن في قلبه أن الله يراقبه، وهي المطية للعبد التي يمتطيها يوم القيامة ليصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والله سبحانه وتعالى ربط التقوى بحسن الخلق، يبقى بادئ ذي بدء ربط الصيام بالتقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ربط التقوى بحسن الخلق، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هي أكثر الأشياء التي تدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. ثم ربط حسن الخلق بالصيام، خلي بالك من الدايرة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. من ربط الأحاديث دي بعضها ببعض نجد أن الصيام والتقوى وحسن الخلق مثلث ذو أضلاع ثلاثة لا غنى لضلع عن الآخر. واخدين بالكم؟ بداية ربط التقوى بالصوم لعلكم تتقون، ثم ربط الصوم بحسن الخلق، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. ثم ربط مرة أخرى حسن الخلق بالصيام، فقال: إن العبد ليبلغ بصيامه درجة الصائم القائم. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، مثلث مرتبط بعضه ببعض. وهذا هو الأصل في كل العبادات وليس الصيام فقط. يترتب على الصوم حسن الخلق كما ذكرنا. طيب، وهل كل العبادات المفروضة كان من ورائها غرض نبيل؟ نعم. الزكاة
سعادتك النهارده، بكره، بعد شهر، بعد اسبوع، بعد كام يوم ستخرج زكاة مالك. شوف الغاية منها ايه؟ من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: فرض الله زكاة الفطر طهرة للصائم، ده بطهرك اهو، من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يبقى لها غرض سامي. طب الصلاة؟ قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب الحج؟ قال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طب نرجع للصيام تاني. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم رواية عن رب العزة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولو تكلمنا في كلمة لي دي فيها خطبة كاملة. يترك شهوته وطعامه وشرابه لأجلي. طب كده وبس؟ لا، ده العبادات من علامات عدم قبولها سوء الخلق. صلي وصوم وزكي وحج، لكن لو الأمور دي لا تؤثر على خلقك كمسلم فأنت ما صليت ولا زكيت ولا صمت ولا حججت. من عندي ولا من الشرع؟ من الشرع. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: رب صائم لا يناله من صيامه إلا الجوع والعطش. بس ليه؟ لأنه سيء الخلق. طب يجي حديث ثاني يفسر ايه سوء الخلق ممكن يصدر عن ايه؟ قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ركز في الحديثين، ما قالش فيهم صيام. ركز في الحتة دي. قال ده واحد ساب الأكل والشرب، مش قال صايم. لم يصفوه بأنه صائم. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، مش قال فليس لله حاجة في صومه، ما سموش صوم. فأي طاعة يتقدم بها العبد إلى ربه لا تؤثر إيجابا على أخلاقياته وسلوكه مع الناس ومع ربه فهي مردودة عليه. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ على فهمهم بقى وفهمنا احنا. ما تقول لك واحد مفلس النهارده يعني ايه؟ مش شلت حاجه. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يعني لا معاه فلوس في جيبه ولا في بيته، ولا عنده ارض اعزكم الله، ولا انعام بهائم يعني، ولا معاه حاجه، ما حلتوش حاجه. ده بالنسبه لنا اللي مفلس، لا معاه فلوس ولا معاه متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وخاض في عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. خلصنا 3 هم، باقي كمان 3 4. الراجل ما عادش حيلته حاجة، خلص. طب الناس لها حق، وانت العدل ونصبت ميزان عدل في يوم العدل، عايزين حقوقنا. انت اديت الناس دي واحنا ما خدناش. طب ايه الحل؟ قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ من سيئاتهم بقدر الحسنات فتطرح عليه فيطرح بها في النار. ليه؟ لأن العبادة لم تؤثر على أخلاقه إيجابا. والحديث الآخر: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وقيامها
وصدقاتها. تمام زي الفل، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار قولا واحدا. لا النبي فكر ولا جاب كلمة كده ولا بالانس كده ولا لفة كده ولا حاجة، كلمة ونص، كلام واضح لا لبس فيه ولا يحتمل تأويل. ده الحاجة بتصوم وتصلي وتزكي وتعمل كل حاجة، لكن فيها صفة لا تليق بمسلم، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. ده هي ممكن تبقى محترمة، يعني عارفة الحق فين والحلال فين والحرام فين، ما بتعملوش، يعني ما بتسلش على جارتها ولا بتاخد حاجة منها ولا بتمد ايدها هنا ولا بتمد عينها هنا ولا حاجة خالص، مع الصلاة والصوم والعبادة، لكن هي فيها عبسة غمطوط قوي، لسانها بذيء شوية بس. قال هي في النار. وقيل يا رسول الله وإن فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها وزكاتها. مش معنى قلة يعني بتصلي الظهر وتسيب العصر، مش ده المقصود، ولا بتصوم رمضان 10 أيام وتفطر 20، لا لا لا، المقصود بالقلة أنها لا تؤدي غير الفرائض المفروضة عليها، تصوم رمضان بس، تصلي الفرائض بس، وما عندهاش فلوس تطلع زكاة. يبقى تذكر من قلة صيامها وصلاتها وزكاتها. ويجي عند الصدقة قال ايه؟ قال غير أنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة. برضو كلمة ونص. الأثوار من الأقط، عارفين لما يكون الولية ده عندها معزتين وبعدين بتحلبهم تشرب حبة اللبن واللي يفيض منها تعينه يوم ورا يوم اللبن يروب، تجيب حصيرة وتعمل حبة جبنة، عارفين الجبنة الجريش، وتقطعها كده، دي اسمها الأثوار من الأقط. كلمة أقط معناه اللبن الجاف اللي مسك روحه يعني. ده اللي أقصى حاجة تعملها. عملت 5 حتات جبنة كفها 3، راحت مدي لجارتها دي حتة ودي حتة. لكن مش ده اللي نجاها بس، لا، اللي نجاها حاجة تانية، غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة. لذلك وهو الحديث مع حضراتكم اليوم على أن الصوم يهذب النفوس. ده الأصل بقى اللي هنتكلم فيه النهاردة. الصوم يهذب النفوس ويحسن الأخلاق، ومجالات الأخلاق كثيرة، وهي أفضل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم حينما قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. ولخص النبي صلى الله عليه وسلم رسالته في سطر واحد، مش سطر، يمكن ربع سطر، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 5 كلمات، دي الرسالة كلها. وقال جابر بن عبد الله هذا العالم، عالم الأمة وصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي من حوله فيقول لهم لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، فاحفظ سمعك وبصرك ولسانك فلا تؤذي به خلق الله. تزيش بالناس ولا تبص على عورات الناس ولا تسمع كلام يأذيك ويأذي الناس. وبعدين وليكن عليك هدوء وسكينة، وانت صايم الناس تحس انت راجل صايم كده محترم. فإن أهون الصيام أسهل حاجة فيه يعني ترك الطعام والشراب، ده أسهل حاجة. وأهم خلق يتميز به المسلم هو مراقبة الله عز وجل في كل تصرفاته. مش ساعتك وانت صايم يا عم الشيخ بتخش الأوضة والدنيا مظلمة والثلاجة قدام منك، هو حد شايفك؟ ما انت ممكن تفتح وتشرب، صح ولا ايه؟ لكنك تراقب من؟ المراقبة لله سبحانه وتعالى، فأنت تراقب الله.
وهذا هو أعظم خلق أو أهم خلق، المراقبة لله. تنتج المراقبة لله عن شيئين: عن الخوف والرجاء. أنك تخاف من الله وترجو رحمته. الجماعة الأغنياء، مش احنا يعني، في ناس أغنياء جامد خالص، بيزعلوا مني لما أقول أجيب سيرة الخوف. تخيل لو ذكرت اسم الخوف في الخطبة زي كده، يقوم أنزل مع المنبر يقولوا يا عم الشيخ أنت خوفتنا، احنا مش عايزين خوف. امال عايز يحب ربنا؟ ما تحبه يا عم، انا حيشك، بس لازم تخاف منه. ده صاحبك بس اللي انت تحبه ما تخافش منه، صاحبك بس. انما ربنا لا، ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ده الاصل. اما هو ساجد وقائم ايه اناء الليل يحذر الاخره ويرجو ايه رحمه ربه. يحذر يعني يخاف، ويرجو درجاء. طيب المراقبة ألا تعصي الله في خلواتك، وده في الأيام السوداء دي ممكن يبقى كتير. خلي بالك من الحتة دي. عارفين من إيه؟ من الملعون ده أقل واحد المحترم ده بيفتح التليفون كده. انا والله في اول يوم في رمضان وتاني يوم حاجه غريبه الشكل، تفتح تلاقي صور اباحيه على الوجه، اول ما تفتح تطلع لك على طول كده. طب الواحد لو عنده يعني حبه ايمان صغار كده مش كتير يعني، يعمل ايه؟ وانا خوفي على الشباب اكتر، يلاقي مناظر زي كده يقوم يقول الشيطان بقى يقول لك ما تخش تبص كده بصه تشوف ايه الليله دي بالراحه كده، خش كده بص بصه كده واطلع تاني بسرعه، تخش تنوحل ما تعرفش تطلع. كان في زمان دواء كده بنجيبه للفيران اللي هو بنحط على حاجه كده يلزق ده، الفرن اجى جرب ان شنبه، بس شنبه لزق فيه يطلع شنبه التاني يلزق، يحوش دي تلاقي ديله لزق تقول له اتعجن. فدي مصيبه في ده. الخلوات يا اخوانا، قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي، ركز، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة في البياض، لدرجة الناس تحسدهم مين اللي جاي وراه الكمال الحسنات دي زي الجبال بيضة كده، حاجة رائعة جدا. اسمع، إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة في البياض، بيض ظاهرين واضحين. وبعدين ولكن الله يأتي عليها فيجعلها هباء منثورا. الصحابة اترعبوا، ايه ده؟ طب ده عمل ايه؟ فقال ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. ممكن احنا نكون من الناس دي ومش عارفين. فقال صلى الله عليه وسلم إنهم منكم ومن إخوانكم، وبعدين ويأخذون من الليل ما تأخذون. أمال إيه المشكلة بقى؟ ده هم منكم ومن اخواتكم وبيصلوا معاكم قيام الليل، ويقف ورا الشيخ وهو بيدعي في صلاة الليل وفي الوتر واللهم اغفر واعمل وعيط ويبكي وعادم روح من العبادة. منكم ومن اخوانكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. امال المشكلة فين؟ قال صلى الله عليه وسلم ولكنهم إذا خلوا بأنفسهم انتهكوا حرمات الله. هي دي المصيبة. يبقى تكون فين المراقبة؟ ولكنهم إذا خلوا بأنفسهم انتهكوا حرمات الله. سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، طبعا الأرض أغلبها يعني بعد عمر فتحت أراضي كثيرة جدا من الأرض في العصر الأموي، فذهب إلى الحج. وبعدين وهو في الحج
قال لأهل المكان، كان مكة أو المدينة، الرواية مش مذكور فيها مين يعني، قال: هل يوجد أحد هنا ممن عاصر أصحاب رسول الله؟ عايز حد يكون في حد باقي لسه كان بيتعامل مع الصحابة؟ فقالوا: نعم، أبو حازم، واحد من التابعين يعني. فجاءوا به إليه فقال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ نكره الموت ليه؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فكرهتم أن تنتقلون من العمار إلى الخراب. ركز في كلام الرجل. لأنكم عمرتم الدنيا ونسيت الآخرة. المتر في مترين القبر ده اللي مظلم اللي هتنجحر فيه ده مش عملت له حاجة خالص. عملت فيلا على 5 أدوار و500 متر وجناحين وافرش وحط واعمل وما هنش عليك تعمل حاجة للي انت مقدم عليه بقية حياتك. ده الحياة بالنسبة لك ومضة، يعني النور إجا وقطع. الحياة بالنسبة لك كإنسان بين الموت والموت، لأن الأصل عندك الموت والأصل بعد كده الموت برضه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الأول الموت والحياة بعدين بقى. الأصل هو الموت بالنسبة لك. فالحياة ومضة في ظلام دامس لك، ومع ذلك الدنيا تاخدك وما تقدرش تعمل حاجة للمتر في مترين، ده انت راجل خايب. فقال له: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. قال: صدقت، كلامك صح. فأين نحن من الله؟ طب احنا بقى بالنسبة لربنا ايه؟ قال: اعرض نفسك وعملك على كتاب الله. عايز شوف انت بالنسبة لربنا ايه؟ شوف نفسك، حاسب نفسك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. حاسب نفسك. قال: اعرض نفسك وعملك على كتاب الله. قال: فأين أجده؟ طيب أنا هعمل كده، الراجل أجي نفسي فين؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شوف نفسك هنا ولا هنا بعملك. قال: وأين رحمة الله يا أخي؟ يعني عاوز يقول له كلمتين حلوين كده يفرحوا كده. وأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. عاوز رحمة ربنا خليك محسن، خليك كويس. قال: فما القدوم على الله؟ طب احنا يوم ما نقدم على الله وضعنا هيبقى ايه؟ قال: أما المحسن فيكون كالغائب يقدم على أهله من غيبته. شوف ان كان عندك ولد بقى مسافر بقى له 2 3 ويبعت لك جوابات وبتاع وانت بتكلمه نفسك تشوف، اول ما تشوف تعمل فيه ايه؟ تاخده بحضنك وفرحان بيه. فالمحسن كالغائب يقدم على اهله. طب والمسيء؟ قال: والمسيء كالآبق يقبل على مولاه. زي العبد اللي عامل عمله وعامل مصيبه، او الخادم اللي عندك سارق سريقه ولا عامل بلوه في بيتك وبعدين قبضوا عليه وجايبينه جيلك. ده وده وانت اختار. قال: عظني. قال له كلمتين هم في المراقبه، الحدوته تقول عشان الكلمتين دول. قال: إياك أن يجدك الله حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك في السر والعلن. ركز. إياك أن يجدك الله حيث نهاك، قال لك ما تعملش وانت عملت. وبعدين وأن يفتقدك حيث أمرك. فين يا عمي؟ قال لك في السر والعلن. تبقاش دي زي دي. بعد كده من أخلاق الصيام الصبر. الصبر سمة من سمات الأنبياء والمرسلين، أمر به الحق سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والصبر هو أصلا اسم الشهر ده. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: صم شهر الصبر. صم شهر الصبر، شهر رمضان و6 من شوال. ده الحديث نصه للآخر يعني. والصبر اسم للشهر في حديث سلمان الفارسي الطويل الذي قال فيه:
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة من شعبان فقال: أيها الناس، أقبل عليكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، فرض الله صيام نهاره وجعل قيام ليله تطوعا. من أتى فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أتى فيه فريضة كان من أتى 70 فريضة فيما سواه. شهر رمضان هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. ده كل الأخلاق اللي في الحديث ده هي اللي هنتكلم فيها. هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه في رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئا. خلي بالك، حاجات بسيطة اهي. فيجي الصحابة يقولوا ايه؟ يا رسول الله، ليس كلنا ما يجد من يفطر به صائما. قال له: لا، ده الخير مفتوح لأي حد. شوف، يعطي الله الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن. براحتك، كل حاجة عندك، أنت مش محروم من حاجة. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من خفف فيه عن مملوكه كان مغفرة لذنوبه تاني وعتقا لرقبته من النار. احصد يا عم، يا عم اعمل جلبيتك وعبي، الخير قدامك كتير. موسم سوق منصوب، أي حتة تمد لك فيها تاخد فيها خير. فاستكثروا فيه من خصال 4: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء لكم عنهم. فأما الخصلتين التي ترضون بهما ربكم فأكثروا من قول لا إله إلا الله وتستغفروه. وأما الخصلتان التي لا غنى لكم عنهما تسألوا الله الجنة وتتعوذون به من النيران. من سقى فيه صائما، يعني مش بالليل، لا، هو صايم بدك تفطر بقى. من سقى فيه صائما سقاه الله شربة من حوضي هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. أنت ما تتسهونش بالكلام ده. أنت عارف يوم القيامة سعادتك هتقف على رجليك قدين 50,000 سنة، واقف على رجليك 50,000 سنة، تتقطع أعناق الناس من العطش وتنفطر أكبادهم من الجوع، وتلاقي واحد بيقول لك: تعالى يا حاج فلان، تعالى أنا عايزك. إيه؟ خش الناحيتي. في الهيصة دي والناس بتقول: يا رب الانصراف ولو إلى النار. ده النار قدامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر جرا، حتى إذا رأت الخلائق شهقت عليهم شهقة البغلة إذا رأت الشعير، فما بقي ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: نفسي نفسي. في الهم ده كله والناس بتقول: يا رب، بعد اللي شافوه، بعد الملائكة ما قالوا نفسي نفسي والأنبياء، ترجع من عرصات يوم القيامة وهول الموقف يتمنوا الانصراف ولو إلى النار. فتلاقي واحد جاي لك بيقول لك ماسكك من ايدك كده: انت فلان؟ طب تعالى انا عايزك. ايه يا عم رايح بيها فين؟ تعالى بس ورا الناس كده وفي حته اشرب. واللي فيك ربنا. سقاه الله من حوض
شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. تبقى الناس بتموت من العطش كده، هو قاعد ريان مرتاح كده. اجمع يا راجل، حسنات كتير، لا تبخل على نفسك. ادعوا الله وأنتم مكن بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. من ضمن الأخلاق التي يتحصل عليها المسلمين في هذا الشهر الرحمة، التراحم فيما بينهم، التكافل بين أفراد الأمة. شوف هتتصدق بإيه، هتزكي بإيه، شوف مين محتاج، دور. ما ترميش فلوسك في أي حتة، لأنك أنت مسؤول. خلي بالك، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، هيتسمر بمسامير قدام جهنم. هيجي يطلع يلاقي مسامير رابطة، وبعدين يجي يفك يلاقي فيه صمولة غفير تاني قافلة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله. له سؤالين: من أين اكتسبه؟ والله العظيم يا ربي أنا ما جبت ساغ حرام وتعبت وعرقت كده، أنا عرقان على فكرة، وعرقت كده، ولا ساغ دخل على عيالي حرام. حاسب كده يا ابني؟ مظبوط صح، اطوي الصفحة دي. امشي بقى، استنى تمشي تروح فين؟ لسه نص الحساب ما خلصش. ما أنا خلصت. قال لك لا، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. حق ربنا عندك في المال ده كان قدين؟ 2.5%. طب كان عندك كذا، طلعت والله طلعت، ربنا كله طلع، وما صرفتش في جنيه في هنا. ولا قال لك لا استنى، طلع لمين؟ للمستحق؟ ولا رميته في جمعية بتعمل إعلانات بملايين الجنيهات في التلفزيون؟ ولا رميته لأي حد كده وبعدين انت ما بتعرفش وصل ولا ما وصلش؟ ولا اديته لواحد مش يستحق وجملته وقلت اهو زكاه وخلاص؟ ولا قعدت تطلع طول السنه وجيت يوم الزكاه قلت بقى انا كنت طلعت 10,000 لجنه الجامع و5 للمدرسه، الناس حرجون وانا قاعد، ودفعت هنا ودفعت هنا، ما نحسبهم من الزكاه. مين قال لك كده؟ انها عباده، والعباده تفتقر الى نيه، فلا بد عند الاخراج وانت بتطلع من جيبك كده ان تعقد النيه، هذه زكاه ام صدقه؟ خلاص؟ يبقى انت حضرتك مطلوب منك تشوف هتطلع فين ولمين. يحدث التراحم والتكافل والترابط بين ابناء الامه. ألم يقل حبيبكم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألم يقل حبيبكم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بأصابعه. ألم يقل حبيبكم صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كلام كتير. يكون هذا الشهر شهر تكافل ورحمة ومودة بين المسلمين، الغني والفقير، القريب وذي الرحم والجار، كما وصى ربنا بترتيب الدرجات. لكن في حتة مش حلوة في الشهر ده، ربما ترتبط بما أقوله، إنك بقى زي ما ربنا قال كده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وعد بقى: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. بالترتيب كده. فأجع الشيخ يدعي قرايبه واصحابه: هتفطروا معاه يوم 13 في الشهر. ماشي، جاي لك يا مولانا. يروح الشيخ يحط على السفرة ما لذ وطاب، عازم 10 عامل طعام يكفي 100، ايا كان، لقرايبه لاصحابه، وبعدين الناس تاكل المهم وتسيب، فيبقى حاجه برضو من حاجه المهمه يلمها بالراحه، يحطها في الثلاجه مش سايعه، يلم بقى البواقي كله كده في كيسه وفي اقرب صندوق زباله ويرميه. مش ده بيحصل؟ كيف ترحم امه
رمى بعضها بفضل زاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. الأمة هي البعض يرمي في مقالب الزبالة والبعض يجور منه يأكل منها. تمشي ازاي؟ ربنا وكأنه نظر إلينا فقال بعدما ذكر، قال: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. أيوة، هات قرايبك وحبايبك ورحمك واعزم ووكل، بس بالعقل. الكفار بيعملوا أحسن منا يا أخي، بيعملوا البتاع المفتوح، البوفيه المفتوح، كل واحد بيروح ياخد طبق صغير توت كده وياخد على جد أكله بس وياكل ويحط الطبق نظيف. احنا ما نعرفش نعمل كده. فيأتي الإسلام ليعلم هذه الأمة في هذا الشهر عدم التقطير وعدم التبذير. تعلمها: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لأن المال هو عصب الحياة. انفق في الخير بس بعقل، وعلى بيتك بعقل، وطلع حق ربنا بحق. كذلك يعلم الإسلام في هذا الشهر من الأخلاق الالتزام بالوقت. تتعلم بقى خلاص رمضان اجى، انت كنت شغال سبهلله كده، اول ما تيجي من بره: يا حاج عايزين ناكل، حط الاكل، كل عايزين نشرب، مش عارف ايه. فياتي الاسلام ليحدد لك عشان يعرفك قيمه الوقت. فيقول لك: لا، ده في افطار وقت اذان المغرب، في سحور قبل الفجر، في امساك. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يامرك بايه؟ بتعجيل الفطر بعد الاذان، مش قبله. مش تقول الشيخ غيرنا عجلوا كل قبل الاذان، لا، تعجيل الفطر بعد الاذان وتاخير السحور. فقال صلى الله عليه وسلم: ما زالت امتي بخير ما داموا يعجلوا الافطار ويؤخروا السحور. وبعدين وقال لك: لا، وخلي بالك اوعى تاكل قبل الاذان ولا تفضل تلغ لما الفجر يأذن. الاثنين برضه زي ديكي زي دي. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى أنت كل حاجة قبل الفجر يومك لحد ما المغرب أذن وتتأكد، يعلمك. وتأتي الأمة الإسلامية في القطر الواحد، وده الجمال بقى، يرتبطوا على موعد واحد. فتلاقي في مصر مثلا أو في أي قطر آخر الكل يجلس على طعامه في وقت واحد ويمتنع في وقت واحد، وأنت تحسد على ذلك. خلي بالك، يعني أنا قصد بيتي جماعة مسيحيين، وبعدين يجوا وقت الإفطار يفتحوا البلكونات ويقفوا كلهم يتفرجوا علينا وإحنا بنفطر. العيال الصغار مش فاهمين، فالعيل يقول: الناس ببص احنا بناكل، سيد يد بتاع تقول سيبوا افتحوا يا ده. هم فرحانين بس مش قادرين يعملوا زيك. أنا عارف الكلام ده لأن أنا عشرتهم ونسبتهم فعارفهم، حافظ الكلام ده عنهم. فدي نعمة من الله عليك. الله يعلمك في هذا الشهر الاعتناء بالوقت. والأفضال والأخلاق كثيرة، منها الصدق، أنت صادق مع نفسك. تبقى قدام منك كده الأكل والشرب وانت خالي بنفسك، لكنك تعلم أن الله ينظر إليك. فصدق القلب مرتبط بصدق الصوم لأن الله مطلع عليك. عندك مبدأ، ده خلق، يكون بجوارك ما لذ وطاب من الأطعمة وتشتهيه، لكن المبدأ يقول لك لا، ما ينفعش. وبجوارك الماء العذب الزلال وانت ميت من العطش، برضه ما ينفعش. وبجوارك زوجك المحللة إليك، برضه ما ينفعش. مبدأ الثبات على المبدأ، وتدريب النفس على القوة والاحتمال وقهرها وقهر هواك لأن يكون في طاعة الله. لذلك ركز في الحتة اللي جاية دي عشان نختم، عشان أنا تعبت ريق نشف.
النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصوم في السنة الثانية للهجرة فين؟ فرض الصوم فين؟ في المدينة سنة 2 هجرية. ليه الحكمة في الوقت ده؟ عشان يعودك أنت كمسلم على قهر نفسك وذلها وانقيادها لله، حتى ولو في الشدائد. لو في الشدائد برضو تقف انت صايم وتقدم عليك. عشان كده راح عامل ايه؟ راح فرض عليهم القتال في نفس السنة في نفس الشهر بعديها. ناس صامت أول رمضان 17 رمضان كانوا واقفين المسلمين بسيوفهم في غزوة بدر على طول، ففرض قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فمن حضر بدرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم كان يعد على رأس كل الصحابة. البدريين معروفين يقدموا على كل من سواه، يعني ترتيب الصحابة كده: أول ناس 10 المبشرين بالجنة، منهم ال4 الخلفاء، يبقى أول حد بعد النبي أبو بكر عمر عثمان علي، يليهم باقي ال4 المبشرين بالجنة، باقي ال6 يعني 10. رقم 2 على طول في الصحابة البدريين. رقم 3 أصحاب بيعة الرضوان في صلح الحديبية. رقم 5 الذي هاجر قبل الفتح. بعد كده باقي المسلمين أصحاب النبي، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعدين إحنا بقيين في الإيه؟ في الآخر. هذا هو الترتيب. لقي أصحاب النبي قمة الهرم في ترتيب هذه الأمة، لأنهم امتثلوا لأمر الله أولا بالصيام ثم بالجهاد، فقاوموا النفس والهوى والشيطان واتبعوا ما أنزل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات